وسهلا بحضراتكم. انا دكتور احمد المصري، استشاري جراحه المناظير والسمنه. كنت عايز اعمل مع حضراتكم كومنت على حلقه جت في الميديا امبارح بتتكلم على مضاعفات عمليات السمنه. اللي حصل في الحلقه ان اتقال اسم مشابه لاسمي. انا اسمي احمد المصري، في اكتر من اسم او لقب مصري، لكن دكتور احمد المصري انا واحد بس في جراحات السمنه، احمد المصري. مضاعفات على السمنه وارده تحصل مع اي حد. اللي بنتكلم عليه ان احنا الحمد لله كسنتر، احنا واحد من 3 سنترز في مصر كلها اللي حاصل على شهاده الاس ار سي. شهاده الاس ار تي اللي هي شهاده الامتياز العالميه في جراحات السمنه، اللي بتقول ان السيستم بتاعنا مواكب للسيستم العالمي من اول كل حاجه فيه، متابعه المريض والادوات من اول دخول المريض عندك العياده، للكوستشنير اللي بيتعمل معاه، لمتابعه المريض، للفولو اب اللي بيحصل معاه، للادوات اللي بتستخدم اثناء العمليه، لسيستم الطوارئ المجهز لان هو المريض يتصل بيه في اي وقت، حد من الدكاتره يقدر يتواصل معاه، لان الدكاتره بيتواصلوا مع حضرتك وانت في البيت، هم بيتصلوا بيك، للمستشفى المجهز لاستقبال الحالات في اي وقت في الدنيا. كل ده سيستم اللي احنا حاصلين عليه او اللي احنا عاملينه، واللي شهاده الاس ار تي او اعلى شهاده في العالم اللي هي بتقول ان حضرتك مواكب للسيستم دوت. الشهاده ديت من 2018 ل 2021. الشهاده دي فاليد، احنا الحمد لله واحد من 3 سنترز بس اللي فيه الشهاده ديت. ده اللي مخلينا الحمد لله نقول ان المضاعفات عن السمنه وارده. هي الحمد لله ما حصلتش معانا عشان احنا متابعين للنظام العالمي اللي احنا عاملين السيستم خاص لجراحات السمنه. يا رب ما حدش يشوف اي حاجه وحشه ابدا، واشوفكم كلكم بكل خير باذن الله. تاني بقول انا دكتور احمد المصري.